في مقلب صغير نسوي انا وياك على انا نسيت اسمه. بتول. طبعا بتول اسم مصلاوي. مو؟ اي اسم مصلاوية؟ لا. حلو. طيب مقلب بانه احنا راح نطرح فكره الزواج الثاني، نعطيكم مبلغ هو 5 ملايين دينار عراقي وبالاضافه الى راتب تقاعدي، فانت اريدك قدامها شو تقول لي؟ انا موافق واقول لك وقع توقع. ماشي؟ مجرد مقلب للطرفين والمسلم. متفقين؟ يلا يا بتول ارفع الهيدفون والجوائز هي راح تعتمد عليك انت. بعد ما جاوبني علاوي على كل الاسئله، هذا خليه قريب عليش لان حتى الصوت ينسمع من خلال المايك. لازم يكون جوابك نفس جواب علاوي حتى تكون الاجوبه متطابقه، وهذا اكيد راح يدل على انه انتم متفاهمين بكل شيء. خليه قريب عليش اثناء الجواب. السؤال الاول ولا تبعد على السنه؟ السؤال الاول واللي يقول. السؤال الأول. السؤال الأول اللي سألته العلاوي واللي يقول، قلت له من أنت معارض أنه بتول تروح البيت أهلها زيارة، إحنا نعرف أن الزوجين أنه المرأة تحب تروح البيت أهلها. قلت له إذا أنت كنت معارض روحتها البيت أهلها، خلاص هذا الشيء يمشي. لو هي تحاول تقنعك أنه تروح البيت أهلها، فأنت شنو جاوب؟ شو جاوبنا؟ حاول أقنعها. حاول تقنعيه بأنه ليش ما عندك شيء، ما عندك شغل كذا. أي. تتصورين انه يقنع؟ قرب المايك عليش. اي. راح تقنعيه؟ اي. عندك القدره بانه تقنعيه وديش حتى وان كان هو رافض الروحه؟ حتى لو كان رافض تقنعيه؟ اي. قادره عليك. هاك اول 20,000 دينار ربحتها اختنا بتول. خلينا نشوف السؤال الثاني واللي يقول. السؤال الثاني. خلي يعملك بدنا يكون انت تربحين اريدك. السؤال الثاني واللي يقول. سالته عندكم مبرده؟ قال لي لا. طيب وسائل التبريد الموجوده بالبيت شنو؟ سبلت. اي سبلت شنو؟ مبرده؟ لا. زين سبلت شنو؟ زين كم سبلت موجود بالبيت؟ سبلت واحد؟ هواية. لا. وايه؟ اي. قرب المايك عليك. هوايه يعني 5؟ لا أكثر. أكثر؟ اي. 7؟ 7 تقريبا. 7. أنا شو راح أساعدكم بهالسؤال هذا؟ وهاي ربحتوها ولا لا؟ اي لا واثقة من نفسها. لا ما ربحتوها عيني. يقول عندنا 2 سبالك بس واحد. 2 يعني بس نفس المكان عبالي. شو عندنا هواية عشان إذا أريد أعد مكان لازم. صدق؟ أشوف من واحد اي. من ثلاثة. لا أنا سألت على الغرفة. يعني هي بكل غرفة 2. زين طيب راح أرجعها. الغرفة اللي هي إلها كم سبلت فيها؟ 2. حلو. شنو كم طن؟ 3 طن؟ 2 طن؟ 1 طن؟ يلا قرب المايك عليك وجاوبيني. 1 ب1 طن، والثاني ما أعرف إيش قد. يعني الثاني ايش قد؟ 1 ونص؟ 3؟ 2 ونص؟ 1؟ اي. ايش قد؟ 2 ونص هيك. ها؟ 2 ونص هيك شيء. 2 ونص؟ 2 ونص لو 3؟ 3. 3؟ رجعت بمكانها. شوف واحد من السبالة هو 1 طن قال لي، والثاني هو 2 طن. طيب هاي الجوائز الباقية هي عارفة. السؤال الثالث واللي يقول. السؤال الثالث. قلت له إذا عزموك أهلك وبنفس الوقت عزموها أهلها، وين راح تروح؟ عزموكم على غدا، هم راح تقنعين ويا لا خلينا نروح بيت أهلي؟ لو هو راح يقنعك يقول لك مش خلينا نروح لبيت أهلي. عزمتكم أمه وعزمتك أمك، فخلينا نشوف هنا من راح يقنع الله أكثر، منو عنده وسيلة إقناع أحسن. يلا هو جاوب. وأنت شنو جوابك؟ قرب المايك عليك. روحي من 2. أهلك؟ لا 2 هم. لا منو تروحون؟ يم واحد وجبة أكل، عزمتك أمك أو أهلك بصورة عامة، وعزموا
اهله، انت راح تقنعيني انت نروح لبيت اهلي؟ لو راح تروحين يم بيت اهله ويقنعك؟ لا. يلا بسرعه هيا. قربي المايك. نروح اول مره يمهم بعدين نقنعه يجي يم بيت اهلي. اذا كان هو اثنيناتهم عزموكم على غدا. اي. اثنيناتهم تتغششها يعني؟ لازم اقول ايه. لا تقولها يا راح اقولها اي لا لا. زين لا تباين عليه وياي خلي جوابك مباشرة. هي وجبة غدا، شلون يعني قابل تتغدوا مرتين؟ اي يمهم. يمن يم بيت اهله. يم بيت اهله؟ زعلين امك عليك؟ لا. سمعتي امها؟ وين الكاميرا؟ هاي زين المخرج؟ سمعتي خوب؟ يقول حتى اذا تقول حتى اذا عزمتني امي اروح الين اهل علاوي. تحياتنا للوالده العزيزه وتحياتنا اكيد الاهل علاوي ربي يحفظهم ويخليهم، لكن ربحتي. فعلا قال نروح لبيت اهلي. ننتقل للسؤال الرابع يا بتول واللي يقول السؤال الرابع. قلت له لو كانت درجة الوظيفة إلك أنت، طبعا الوظائف كلها على راسنا وكلها محط تقدير واحترام، لكن لو كانت درجة، نعرف احنا البنية دائما عندها طموح، تحب زوجها فلان شغلة يشتغل تتباهى به، أو تحب رجلها بأنه خريج فلان شيء، لكن أنا سمعت بأنه خريج هندسة. اي. على العموم لو كان هو من خطبك عامل خدمة وما عنده أي شغلة ولا عمله ولا خريج، توافقين؟ اي. توافقين على الزواج دي؟ ليش؟ لين هو علاوي الورد؟ يعني انت قبلتي بيه لين هو علاوي، اي. مو لين هو خريج هندسه او كذا او ابن فلان او ابن كذا. ايش مهما يكون تقبلين بيه. وربي يديم السعاده والمحبه يا رب بيناتكم. فعلا جواب الصحيح هو كان نفس الجواب اللي جاوبني عليه علاوي، وما بقالك الا الجائزه الاخيره وتربحون الفلوس كلها هاي. بس هذا حرامات يعني ايش بيدي عليكم. السؤال الاخير اللي يقول السؤال الخامس. سالته العلاوي كم، قال لي قبل شهرين وشوي احنا قطعنا مهر، سالته كم كاسه مهر سويتوا بالمهر؟ 325 كيف؟ 325 او هيك شيء. 325. زين انا قلت له راح اعطيك خيارات من عوف ال 25 وال 10، 100 لو 200 لو 300. 300. ومبروك عليكم، ربحتوا الجائزة كاملة وتحياتنا لكم. لكن أيضا أكو مفاجأة أجمل من هاي، يعني بس خلص هاي انتهت. مبروك عليكم الجائزة كاملة العلاوي ولبتول، وإن شاء الله يا رب الموفقية. وأكيد عندنا جائزة أكبر وأضخم من هاي، هي مشروع طلقته قناة ديوان الفضائية. احنا نعرف بأنه بالعراق يعني البحوث اللي اجروها انه عدد الرجال اكثر، يمكن تدرون بهذا الشيء صح ولا لا؟ مو علاوي؟ عدد الرجال اكثر، فلذلك احنا دعمنا مشروع الزواج الثاني. ما اعرف الزميل المخرج قال تعطيني الكتاب اذا امكن. هذا الكتاب خلي احكي لكم قبل ما اقرا لكم الكتاب يا علاوي يا بتول. طبعا هي مبادره قناه ديوان الفضائيه لتزويج كثير من الارامل الموجودين وكثير من النساء مثل ما قلنا حتى يصير تكافؤ. لذلك شجعت قناه ديوان الفضائيه على الزواج الثاني مو الزواج الاول. فاكيد ناخذ موافقتكم انتم الاثنين. هو وافقني وافقت لا ما وافقت؟ لا. ها؟ ما اخذه. ما توافقين؟ بل انا يعني هذا الشيء خاص بيكم وانتم اثنيناتكم، بس انا يعني صراحه لا عفوا، بس هو وافقني. قبل هذا ممكن انتم تناقشون يا اختي العزيزه بهذا الموضوع، لكن هو طبعا يرضى بالشرع هذا الشيء، يعني مو حرام، راح يتزوج زواج ثاني على سنه الله ورسوله. فما طول احنا قدام الكاميرات يا علاوي، حتى انت تطالبني بال5 ملايين وتطالبني بالراتب التقاعدي، واكيد الجمهور قناه ديوان الفضائيه راح يكون شاهد علينا. توقع لو ما توقع؟ توافق؟ توقعين لو ما توقعين؟ طيب ممكن ان نتقنعها يعني انت لا بالبيت. دقيقة ما يوقع. نعم؟ ما يوقع. هذا شيء خاص بيناتكم يا اختي العزيزه يا بتول. لا ما توقع دقيقة. ما توقع. قنعها، مو هذا شيء خاص بيك. توقع تاخذ 5 ملايين، ما توقع هذا شيء خاص بيك انت بعد، ما اعرف بس اسمحي لي بلا زعل. خلاص؟ لا. قول لا ما اعرف. لا ما يوقع. ممكن ال5 ملايين تفيدكم، يعني باشر حق زين راتب تقاعد يعني يفيدكم. لا ما يوقع.
زين هو موافق يعني، انت ليش معارض؟ اسمحي لي علاوي، انت موافق؟ اي موافق، ما بيش. يعني موافق. لا ممكن ما يوقع. يعني احنا ما راح نخلص الحلقه بانه هو يقول انا موافق وانت تقولي انا موافق. بس اسمح لي، لا اسمح لي، يعني انت صاحب القرار لو هي؟ لا اني هو صاحب القرار، فانت خلاص يعني ما يحتاج بالشرع ارجع يعني لها؟ مو حرام يعني. زين اوكي، ما يحتاج ارجع لها بعد؟ لا ما توقع لي هنا؟ يوقع. خلاص راح يوقع. هاي وقع لي، كم لي توقيعك؟ ما اعرف. زميل المخرج خمس ملايين موجوده؟ موجوده. توقع تاخذها بعد هاي الشغله بيناتكم انتم. شكو بيش خلي وقع. زين ماشي. توقع له يعني خلاص انهي الحلقه قدام الجمهور. شكو بيش ليش؟ ما عندنا غيرها، ما هاي تسوي معوده زميل المخرج. صدق كذب. هاي من عندنا لكم، وكنا نشاقه وياكم. يعني شوف من اجيب اوراق انا، هاي اخر ورقه بقت لي مشاهدينا، اخر ورقه يعني بعد ما اعرف اذا اكو عائله راح التقي بها او لا. زميل المخرج هاي مجرد للمزحه. مبروك عليش علاوي، لا يتزوج عليك ولا كل شيء. هاي انا اتفقت فيها قبل شويه وقلت له خلينا نسوي مقلب بزوجتك، لكن ايضا كانت ردة فعلها هادئه. بس انا اقول لكم يعني شقت الورقه مثل ما تشوفون، فراح ابقي لكم اياها للذكرى. علاوي شو تقول؟ مبروك عليكم الجائزه، طبعا 81,000 دينار عدا ال20 هاي ما ربحتوها. ان شاء الله ربي ايامكم كلها سعاده وافراح وموفقين، وان شاء الله ربي تشوفون جهالكم. الله يخليك، اشكرك على هاي البرنامج الجميل. وطبعا يعني شرع سنرجع. محل الاربعه او في البرنامج جميل، عوف السوالف. شرع محل الاربعه طبعا محل الاربعه. يعني ممكن انه باكر عقب تتزوج عليها جد؟ لا ما القى مثلها. ما يسويها؟ سويها عشان صار هذه ورقه كذب يعرف. صدق؟ هسه عرفت كذب، خلي شويه دمش مشى. تحياتنا لكم ويا ربي يوفقكم. مشاهدينا مستمرين حتى نشوف توينز